مساء الفل، يا مساء الجمال، يا مساء الروقان، ويا مساء الاغاني اللي على كبير اللي هتسمعوها النهارده في الساعتين دول بالذات. يا مساء اليوستفندي وكل فاكهه حلوه وجميله، واي حد يا جماعه جعان او عطشان او بردان او اي حاجه في الطريق ابعت لنا مسج على 192 7 نبعت لك يوستفندية باسمك. اعتبرنا يا باشا فانوسك السحري النهارده. عايزه اقول لكم ان احنا فعلا لازم نكتر من اكل الاستفندي برتقان، والاكتر منهم الجوافه. يوستفندي ليه؟ هو اسمه يوستفندي، ما قلتش يوستفندي. يوستفندي هو يوسف افندي اصلا بجد. والله وحياتك ما هو ما اعرفش مسمينه كده. حد يعرف يا جماعه ليه اسمه يوسف افندي؟ اللي يعرف اصل الكلمه نفس الشنطه اللي فيها ال100 مليون يورو موجوده جنبي على الارض، ما اديتهاش للبرنامج اللي فات. المهم صحيح عايزه اقول لكم ان الجوافه فيها فيتامين سي اكتر من اليوستفندي والبرتقان بجد. ده حقيقي، فكتروا بقى علشان احنا داخلين عقبال عندكم كده على ايام عاصفه. الموجه اللي جايه تبتدي بيقولوا بس عارفه اهم حاجه ايه؟ مشينا معانا في الويك اند. اهم حاجه تبتدي يومك ضميرك مرتاح فعلا زي ما وائل كفوري هيقول. وعايزاكم تسمعوا كل كلمه بيقولها الاستاذ وائل كفوري. يا ريت تنورنا في حلقه هنا، يا ريت. تصدق بايه؟ تصدق بابا هدخلك الاستوديو لو هو جه. انا هقعد انت النحه ده. لو سمعت تعيد تاني الاغنيه. استاذ وائل حضرتك شوف اليوم اللي هتيجي فيه وانا هاخد اجازه خلاص. طب مش بس عيد الاغنيه تاني لو سمحت عشان احنا بنحترم المغنيين. الراجل شقي في الاغنيه دي. نعيد الاغنيه تاني. يلا اسمعوا الاغنيه وابعتوا لنا على 192 7 رايكم في الاغنيه ايه الجديده لوائل كفوري. ضميرك مرتاح. ضميرك مرتاح. انا تقابل ده ربنا. انت مش انت. جديد ميجا اف ام، الميجا ستار وائل كفوري. يا جماعه يا قلبي يا جماعه يا جماعه ايه بس اي حد ضميره مرتاح فعلا بجد يبعت لنا مسج على 192 7 يقول انا ضميري مرتاح. وائل كفوري بيقدر ان هو يحطم قلوبنا وهو قاعد كده حاطط رجل على رجل. بيقول لك هالقلب اللي عايش كرمالك شو ذنبه قتلته. شو ذنبه قتلته. قتلته ايه؟ اكلته كمان. ايه ده؟ يعني استغفر الله العظيم. ما دام كرمالك يبقى خلاص. كرمالك بيقول لك شو ذنبه قتلته. صح. حاجه تقطع. لا طبعا. محمد الوشي بمسي عليك جدا وبيقول لك عندهم بيقولوا او في ناس بتقول سفندي. ده عندهم كمان. في ناس يعني بيقولوا سفندي. في ناس لازم تنقرض ده على فكره. عندكم فين يا وشي؟ بيقول لك سوينا. زي الفل عليك. طيب الولد الشاي احمد حسن كاتب طبعا على الاغنيه هي دي اغنيتي يا سنجوبه. والله هي دي اغنيتي يا ذوقك عالي انت وكل المجاويه يا احمد يا حسن والله. عماد زياده كاتب انا عارف اصل الكلمه. طبعا لا انت في حد سبقك بقى. قول. فاطمه. لا بندور على ايه؟ بندور على اصل كلمه اليوسف افندي. ليه سموه يوسف افندي؟ وفاطمه هي بعتت لنا مسج على الهوا بصراحه واحنا كلمناها بصراحه برضو وهي معانا اهي. الو يا طمطم. ازيك يا نبيل؟ عامله ايه؟ يا طمطم عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. انا والله بعت لكم المسج وانا نازله من على الدائري فيعني كنت عامل حادثه بسبب يوسف. لا 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 لا. انت اللي سايقه؟ انا اللي كنت ركنت على جنب. لا مش ينفع تركني على الدائري. لا ركنت على جنب. بص بقى احنا لازم نعمل خاصيه كده الناس تبعت لنا فويس نوتس على الهوا. يا ريت والله. انا رايي كده برضه حتى نسمع صوتكم والله يبقى احلى بكتير. ده حقيقي. قولي لنا بقى اصل يوسف افندي ايه؟ اليوسف افندي ده كان قصته ترجع لمحمد علي. محمد علي كان باعت تلاميذ يتعلموا بره وكده، فكان منهم واحد اسمه تقريبا مش فاكر اسمه بالظبط. هو يعني خليها للاخر. طيب هتبقى مفاجاه يعني. ابن محمد علي ده منهم كان ابنه اللي هو توسم باشا. ده مات بالطاعون ساعتها. فواحد من التلاميذ لما رجعوا من البعثه كان عايز يعني يرفه عنه، فجاب له فاكهه جديده من البلاد اللي بيزرعوها بره، فقال له ايه رايك نسميها توسم باشا؟ قال له لا والله ده ما كانتش هتاكل معانا خالص. تخيل اديني واحد توسم يا باشا. توسم افندي. توسم افندي هتبقى بقى. وبعدين بس فقال له نسميها على اسمه. قال له لا والله ده خلاص نسميها على اسمك انت ونسميها على اسمك. كان الراجل ده اسمه يوسف افندي. فبقى اسمها يوسف افندي ثم يوسف افندي. انت بتقولي بجد ولا انت بتشتغليني عشان هنتحقق من المعلومه؟ على جوجل انا لسه قاريها بالصدفه فانتم قلتوا كده. والله العظيم انت برنسه. انت شكلك عينك يوستفنديه صح؟ على فكره انا فاضل معايا واحده في الكيس وفي البيت في كتير. حاضر انت في اي حته على الدائري في لجنه قريبه عندك هتلاقيهم واقفين لك بالكيس يوستفندي. نزلت خلاص. مش يا طنطا بتكلم راديو على فكره خالص اول مره في حياتي. ومش اخر مره ابدا يا فاطمه بجد.
خلاص ميرسي يا جماعه جدا، ويعني نورتينا يا رب تكون معلومه مفيده. لا اكيد مفيده طبعا مفيده، ومفيده ان احنا اصلا كلمناكي اساسا. بالظبط. ميرسي يا نيفين، بشكرك يا حبيبتي. يلا عن اذنك، باي باي. سلام. حلوه القصه دي. جدا جدا حلو قوي ان احنا نبقى بنعرف قصص من بعض، بس طبعا ما نكونش بنفتي يعني وما نقولش اشاعات، بس يعني انا عندي سؤال. ليه القرود بتحب الموز يا جماعه؟ ليه؟ اشمعنى الموز؟ عشان بتفهم. ايه ده؟ لا بجد والله، اشمعنى الموز؟ يعني القرد يمسك الموزه تبقى قصه حب كبيره، يعني بيقشرها كده بفهمها فعلا وياكلها. عمرنا برضه ما لمحنا قرد ماسك الاستفنديات مثلا. ليه الحمار عشقه الاول البرسيم؟ طب انا عايز اسال سؤال، هل هو الحمار اللي اختار البرسيم ولا احنا اللي ادينا له البرسيم عشان ارخص؟ عمرنا فكرنا نساله؟ لا. عمرنا حد شاف نفسية الراجل ده ليه بيميل ناحية البرسيم؟ هل عمرنا فكرنا نقدم له مثلا ريحان؟ طب ليه الفول السوداني؟ ليه الفول السوداني؟ والقرد؟ والقرد فين امه غزال. تعال نسمع الاغنيه الجديده. لا استنى. طيب. لنا هنا وقفه. انت قلت لي في مفاجاه. الاغنيه اللي جايه دي مش اي اغنيه. انت قلت لي في مفاجاه. اولا ده يعني طبعا مصطفى حجاج من الاصوات اللي يعني طالعه جديد، بس طالعه صاروخ ومش هيصنا. وكنا الاسبوعين اللي فاتوا بنسمع على طول وبنطلب اغنيه يمنعنا. طبعا اغنيه جامده جدا. طبعا من كلمات والحان عزيز الشافعي اللي هو كالعاده متالق، البرنس الكبير. الاغنيه بقى اللي هنلعبها له النهارده مصطفى حجاج هي من كلمات والحان تامر عاشور. فنيجي عند هنا ونستوب خالص. الله نسمع الاغنيه مع بعض، نركز، وابعتوا لنا على 192.7 قولوا لنا رايكم في الاغنيه. ابعتوا لنا على 192.7 رايكم في الاغنيه الجديده بتاعت طبعا مصطفى حجاج اسمها السكت، وابعتوا لنا كمان مسجز ليه القرد بيحب الموز وليه الحمار بياكل برسيم. عندكم شغل كتير قوي. تفتكروا ليه بجد؟ يعني اسرحوا بخيالكم. النهارده قصه نجاح ان احنا نفهم الكائنات اللي بتشاركنا الكوكب واللي احنا عايشين عليه. يلا نسمع بقى الاغنيه. يلا بينا على الراديو. الاغنيه اسمها سكت. ابعتوا لنا على 192.7. سكوت. الله علي. انا هجاوبك على كل حاجه. اتفضل. بصوا بقى يا جماعه، طبعا احنا في الساعه الثانيه هيكون معانا ضيوف، مش عايزين نحرق المفاجاه او الحاجه اللي هنتكلم عنها، بس احنا النهارده هيبقى معانا قصه نجاح كبيره جدا مش تخصنا كحتى افراد، كمصريين. كلنا مع بعض هنخش موسوعة جانس ان شاء الله، وهنعرف التفاصيل في الساعه الثانيه. ولكن الساعه الاولى قعدنا نفكر طب نعمل ايه. فاحنا بنتشارك في العالم ده مع كائنات كتير جدا يا نيفو، لازم طبعا نفهمهم ويفهمونا. ده حقيقي، ودي في حد ذاتها قصه نجاح. طبعا. مثلا لو انا من بكره قررت اني اكل الحمار كل يوم موز، تفتكري هيبقى ايه؟ واكل كل يوم القرد حزمه برسيم. هل ده ممكن يمشي او يركب معاهم ولا ممكن تحصل مأساة كبيرة؟ وعايزين نفهم بقى سيكولوجية الكائنات اللي بتشاركنا الكوكب ده. التكيف العصبي. التكيف ليه يا جماعة القرد بيميل للموز بيتكيف والسوداني؟ هو كيفه بيتكيف مع الموز. ليه الحمار بيحب البرسيم؟ ليه الكلب بيحب العظمة دي؟ ليه؟ لا هو بص، اكيد احنا بنسترخص فبنديلهم العظم، لكن هو بياكلوا لحمه وانت اكيد ادرى. لا اقول لكم انا عشان انا يعني اقول لكم مين؟ انا مفيش غيري. انا اتكلمت كتير مع سبع الليل وسبيد وديفا في موضوع العظم ده. شوفوا بقى سبحان الله. ايه بقى؟ اولا العظم الكلاب ما بتاكلش عظم فراخ، عظم الفراخ بيموت الكلاب. لا يا شيخ. هقول لك ليه. لان عظم الفراخ لما بيتكسر ببق الكلب بيتشطر بالطول، بيبقى عامل زي ابر، ده ممكن يعوره ويأذيه، يقف في زوره او في معدته بيقطعها، فبيجي له نزيف داخلي والكلب بيموت. يا رب. سبحان الله. العظم بتاع البقر بقى والجاموس والخرفان والحاجات دي كلها ما بيعملش دبابيس كده. بلس ان في انزيمز معينه في السلايفا بتاعت الكلاب بتدوب العظم بتاع اللحمه والكبير ده، بتخليه ان هو يدوب ويبقى طري كده في بقهم وياكلوه. حاجه بقى الاحلى، هو اصلا الكلب بيقعد يعضعض في العظم ليه؟ عشان يوصل للبون مارو اللي جوه العظم ده. اصلا حاجه مفيده جدا للبني ادمين قبل الكلاب، فهم بيبقوا عايزين اصلا يقرقضوا العظمه عشان يوصلوا للبون مارو ده. وكل ده حاجه تلقائيه هم بيعملوها، يعني هم اكيد مخهم ما وصلهمش كتالوج نازلين بالكتالوج. ده هو بيدور على البون مارو جوه العظم ولا يعرف هي دي الغريزه. وسبحان الله
سبحان الله بجد. فعلا. طب بقول لك ايه، بما ان احنا بنشهس الناس، استنى بس عشان عمرو فهمي بعت يعني بيقول حاجات برضه عميقه جدا. بيقول لك ايه، واستفندي فص عندك وفص عندي. طبعا امال كل هيبقى عندي انا بس، ما ينفعش. عايز يسمع حاجه لتامر عاشور، انت تؤمرنا يا عمرو. من عينينا حاضر. وطبعا زي ما انت سمعت الاغنيه اللي فاتت القويه الجديده كانت الحان صح تامر عاشور. كلمات والحان تامر عاشور. لا انا بقول لا على المسج دي. بيقول الحمار بيحب البرسيم. البرسيم حرام عليك. حرام عليك. طب قال لي فين المسج؟ عشان هو الفطار بالنسبه له، اما في العشاء فبياكل تبن زائد فول زائد ذره. ده اللي هو الذره يعني. بس بيبقى ذره. بس هو الذره ما بتتكتبش بالزين، ده واضح. بالذات. ده واضح ان حد دارس. لا ده حقيقي، لان فعلا الحمير بتاكل تبن وساعات بيحطوا لها فول وذره بالليل. ايوه. طب احنا بنفكر نكلمك. نصلح بس اللغه. احنا ممكن نكلمه على فكره ويدينا معلومات. واضح ان هو برضو ليه درايه بالموضوع ده. اكيد طبعا. وبمناسبه الشهيصه، احنا بنسمعنا دلوقتي امير سلامه خلاص بيقول لك ايه بقى، هو عايز يشهيص مديره، اجمد مدير عندهم في البنك اسمه استاذ اسامه توفيق. فاحنا استاذ اسامه توفيق مساء الفل. فاحنا عايزين نشهيص كل الناس في عربيه يا نيفو. يلا بينا. فانت تخيلي كده من غير ما تبصي الاغنيه اللي جايه دي لمين بسرعه؟ عكاز وختياره. لو قلتي صح 100 مليون يورو. عكاز وختياره ده انت. لا بس على فكره الشخص ده معانا برضه. فارس كرم. لا انا هشغلها لك وانت تقولي بسرعه. ايمن زبيب. لا موجود برضه. طيب اسمعي. تن تن تن. ايه بقى ده، انت نجمه. ده حكيم. ايوه والبعد لا لا ولا لا صح. لا نجاح كبير بدأ بخطوة صغيرة. قصة نجاح مع نيفين محمود ومحمد سويلم، وانسى الطريق مع تي داتا على ميجا اف ام. يلا نرجع نقول لهم بسرعه جدا على نشره المرور. يلا بينا تقرير مروري سريعا كده عشان الزحمه. طيب كوبري اكتوبر في اتجاه مدينه نصر من المهندسين للتحرير زحمه، بعدين معقول لرمسيس وماشي فل لمدينه نصر، اما في اتجاه المهندسين من مدينه نصر ولحد المهندسين زحمه. الاوتوستراد المتجه للمطار من حلوان لعباس العقاد زحمه، بعد كده ماشي حلو للمطار، العكس من المطار لعباس العقاد زحمه ومش وحش للمقطم، وبعدين في زحمه بسيطه للقلعه وزي الفل للدائري ويرجع تاني يتزحم لحد حلوان. المحور بقى في الاتجاهين تمام جدا. صلاح سالم في اتجاه المطار من المعادي للقلعه معقول ولحد للمطار زحمه، اما العكس من المطار لكوبري اكتوبر زحمه ومش وحش للمعادي. الطريق الصحراوي في اتجاه البوابات حلو جدا، اما العكس من البوابات لحازم حسن زحمه بس ماشي بعد كده فل لحد ميدان الرمايه. مش هتقول الصحراوي دائري؟ لا الدائري. حبوش. طيب ولا انا من الصحراوي ولا انا ما يستاهلوش برضه. من الصحراوي لوصلة المريوطية ومن الزراعي نفق السلام زحمه، ومن المنيب لوصلة المريوطية صعب جدا، غير كده الدائري ماشي تمام. طيب نخش بقى مع بعض كده على كورنيش النيل. من ابراج النيل لوسط البلد صعب جدا والعكس زحمه، من وسط البلد للدائري زحمه بس العكس معقول، من الدائري للمعادي كويس والعكس زحمه بسيطه، من المعادي لحلوان والعكس كويس. بمناسبه المعادي امبارح كان باسم كميل وشباب المعادي كلها بالليل وكاتبين بوست ان سمعوا حاجه زي انفجار في المعادي، وناس قالت دي طياره دخلت في حاجز الصوت ومش حاجز الصوت وكسرت حاجز الصوت. لو اي حد عنده معلومات عن اللي حصل في المعادي يا ريت تقولوا لنا وان شاء الله خير طبعا يعني. طيب كوبري 15 مايو في الاتجاهين زحمه، اما طريق السويس في اتجاه مصر الجديده زحمه جدا، اما العكس المدينتي ماشي تمام. نفق الازهر في اتجاه وسط البلد صعب جدا، وفي اتجاه صلاح سالم برضو صعب. توصلوا ب1000 مليون سلامه. ده كان تقرير مروري، والنهارده قلنا في قصه نجاح. ما تيجي ناخد بقى الراجل القصه بتاعت البرسيم بسرعه. كريم صح؟ معانا كيمو على التليفون. يا كريم. ايوه يا سويلم، ازيك يا سويلم؟ حبيبي اخبارك ايه؟ ازيك يا كريم؟ الله يديك الصحه. ازيك يا نبيل؟ عامل ايه؟ والله الحمد لله. انا والله العظيم من زمان جدا بسمعكم، بس يعني اول مره في حياتي اكلمكم النهارده. تصدق بيا يا كريم؟ النهارده يوم اول مره. تصدق بيا؟ لا احنا كل يوم نرفع السماعه على امل ان انت اللي تكون على الخط. كل يوم اقول لها شدي كده السماعه يا نبيل هيطلع كريم. يعني انا متابعكم لدرجه ان انا ما عدتش بسمع الاغاني لا فلاشه معايا ولا اي حاجه يعني. يخليك لينا يا رب. يا رب الفلاشه تضيع يا كريم وتفضل تسمعنا على طول يا حبيبي. الله يخليك. بشكرك جدا. الله يخليك. الموضوع اللي بكلمك فيه دلوقتي يعني هو بعيد عن الموضوع بتاعك، بس هو ايه يعني في الصلب نفسه في البرسيم. في برسيم يعني. في الصلب نفسه في البرسيم. اهم حاجه البرسيم يبقى بخير. قول. ايه بقى قول لنا. كنا احنا يعني ايه عاملين غدا احنا واصحابنا كده. غدا غدا ماشي يا كيمو كمل. بدايه مبشره. انت كنت جايب مشاوي ولا ايه؟ كنت عازم مين؟ لا ده المهم.
عايز مين؟ استنوا بس للاخر والضحك هيبقى اكتر للركب. طب يلا فكنا هنعمل غدا وكده وجايبين بنشوي وجايبين اكل وقاعدين بقى ايه في جنينه واحد صاحبنا. في جنينه كمان يا ما شاء الله عشان نبرطع بقى براحتنا كلنا. وبعدين فالجنينه دي حضرتك يعني ايه بيبقى فيها يعني كان فيها خضار وشبت، يعني زارعين الخضار والشبت حلو والكلام ده كله. فالمهم واحد مننا قال ايه يا جماعه بعد اذنكم واحد يقوم يجيب خضار وشبت بقدونس وكده، يعني ناكلهم كده واحنا ايه يعني بنتغدى وكده نطري مع المشاوي عشان نبلع اسهل كمان. فالمهم انا جبت بقى ايه بقى، يعني كان معايا ابن خالتي فكان منزل معايا شويه كان معصلج. فالمهم رحت جايب شويه برسيم، بس ايه بقى مقطف يعني بيبقى لها زهره بيضه كده. يعني انت كنت عارف انه برسيم؟ انت قاصد؟ ايوه عارف طبعا، ده موقف مقصود. انت بتوجب مع الشباب يعني. يا كريم. المهم بقى ايه رحت مقطف الزهره البيضاء، وبعدين اللي ختمنا ان احنا كنا بالليل يعني كمان مش قوي، فالورقه مش باينه. الورقه بتاعت البرسيم مش باينه. المهم انا رحت حاطط البرسيم قدام حسن ابن خالتي قدامه وهو بياكل. وبعدين المهم ايه بقى انا امسك في ايدي خضار من قدامي انا واطبقه في ايدي واعمل نفسي باكل من قدام حسن. يا نهار ابيض على خباستك. فالمهم يروح ضاربني على ايدي يقول لي كل من قدامك بقى. صح. لا ويعمل لي كده. المهم سبته كان البرسيم في الاخر خالص. وحصل له ايه بقى كريم؟ طلع يرفص فيكوا طبعا بعد الاكله دي. لا ده على فكره شكله فيه حديد، مش ده خضار برضه. خضار برضه طبعا. كان حاجه ان البرسيم مفيد جدا. برسيم ازاي يعني برسيم اسمه ايه؟ برسيم. بقول لكم اسمه ايه؟ بس انا ما رضيتش اعرفه بعدين. واضح ان انا كان ما رضيتش اعرفه في نفس اليوم بقى وعرفته بعديها بقى. طب لما عرفته عمل ايه بصراحه؟ رفضك اكيد. كانت اخر مره كلمت. يعني الصراحه كان ضرب مبرح بقى. كان ضرب مبرح. الحقيقه كريم انت يعني سويت شويه معايا الحقيقه. انت نورتنا يا كيمو، وخلي بالك من حفر حفره لاخيه وقع فيها. انت نورتنا. على فكره بيبقى في مواقف اكتر من كده بكتير يعني. طب دايما بقى كلمنا كده كلمنا دايما كده واحكي لنا عن المواقف دي على طول، ويا رب يكون حسن ما سمعش المكالمه دي. اتمنى ذلك. طيب ايه هتسمعنا؟ الاغنيه اللي انت اخترتيها عاصي الحلاني فرصه عمر، ونرجع نكمل معاكم، وكمان ضيوفنا جم وهنتكلم عن قصه نجاح على كبير قوي. الاغنيه اللي جايه دي جامده جدا جدا جدا، والحقيقه الضيوف اللي هيكلمونا النهارده هيكلمونا عن فرصه عمر للمصريين كلهم انهم يحققوا رقم في جانس ريكوردز. فخليكم معانا هنعرف ايه وازاي كل التفاصيل ان شاء الله اللي انت الله المزيكا الحلوه دي. ميرسي ليكي. شكرا. ميرسي ليا كتير. يلا بينا نخش على قصة نجاح. يلا بينا. احنا كلنا كمصريين ان شاء الله يعني بيننا وبين قصة نجاحنا اللي جاية القريبة قوي 3 ايام تقريبا او 4 ايام. يوم السبت اللي جاي هيحصل ايفنت مهم جدا على مستوى مصر كلها، والمصريين كلهم هيتابعوا الايفنت ده. هنخش موسوعة جانس ليه وازاي، ده اللي هنعرفه النهارده تحديدا. ومعانا ومنورنا في الاستوديو احمد عادل، هو مدير تسويق الايفنت، ومعانا مهند المنوفي مدير تنفيذي، ومعانا كمان احمد تمراز وهو مدير العلاقات العامه. مساء الفل عليكم. مساء الخير. سويلم ايه؟ هو انا قلت لك ما بعرفش اتكلم في الاذاعه من غير القلم. هو فين القلم اصلا؟ ممكن القلم ده يا جماعه حركه عصبيه اكتشفتها دلوقتي، لازم ابقى ماسكه قلم. الشباب كمروا القلم من الناس دعوه. منورنا. عاملين ايه؟ كله تمام. طب عرفونا بنفسكم وبانجزني وبالفكره وكل حاجه. طيب احمد عادل ازيك؟ هو اللي بيتكلم. يعني بدايه انجزني هي شركه نشأت من احنا مجموعه شباب شغالين تقريبا وزن ال4 سنين اللي فاتوا دول على فكره الفود اوردرنج، ان احنا بنحاول زي ناس توصل للاكل، واحنا شعب اكيل بيحب الاكل كتير. فاحنا كان هدفنا ان احنا نخلي الموضوع سهل وبسيط على الناس. واسرع. بالظبط كده. تمام. والاهم من ده كله ان يكون في ريفيوز عن الاكل من قبل ما تشتريها. ففكرنا فكره انجزني ان فكره ده ويب سايت، يعني انا بدخل عليه بشوف الابلكيشن ويب سايت وموبايل ابلكيشن. المفروض ان بدانا السوفت لونش بتاعه ان احنا نعرف الناس بالفكره وبالموضوع على الانترنت على السوشيال ميديا. فالحمد لله كان في اقبال لطيف من الناس، والناس كانت مبسوطه قوي من الموضوع. فبدانا نفكر ان احنا عايزين ننزل على الارض بقى، عايزين الموضوع يبقى فيه اطار اوسع والناس تعرفه اكتر. ففكرنا في فكره المهرجان. انتوا اللي فكرتوا في الفكره دي؟
بالظبط احنا فكرنا في انتوا فكره الفاوندرز والله. للفكره بالظبط بتاعت فكرة مهرجان مصر الأكلات كلها. المصرية. بالظبط طب ايه بقى الفكره عشان الناس متشوقه تسمع؟ وازاي بقى هنخش موسوعه جانس، وهل فعلا حصل تواصل وفي ناس تبقى يعني ممثلين لجانس هيجوا يحضروا الايفنت ده وكده؟ كنا بقى كل حاجه بالتفصيل. طيب الفكره بدات في ايه؟ الفكره ان احنا بنشتغل في مجال الاكل وجانس لازم اكبر حاجه، فاحنا ازاي نربط الاثنين ببعض؟ فمسكنا ورقه وقلم وقعدنا نشوف ايه الاكلات اللي احنا مشهورين بيها. تمام، على مستوى العالم حاجه كله تميزنا كمصريين يعني. فبدانا كل ما يخطر على بالكم كتبناه لغايه ما جاء الاختيار على كشري. طب ليه مش فول؟ نعم ليه مش فول؟ كتبنا الفول بس هي قصه مش يعني هو انترناشونال، يعني في ناس كتير قوي تيجي مصر ومن الحاجات الاساسيه انها تيجي كسياح انهم عايزين ياكلوا الكشري. عارفه ليه؟ عشان هو خلطبيطه زي البايلا الاسبانيه كده، ولا احنا كشري وحاجات كتير في بعض كده؟ بالظبط حاجه زي كده. فبدانا نفكر طب هنعمل الكشري ازاي؟ يعني احنا لازم نفكر في حاجه برضو جديده ومختلفه. بدايه لازم نفكر في حاجه بتتكلم على يبقى هوت سبوت بوزيشن، مكان الناس كلها بتتكلم فيه. فقلنا لازم يبقى العين راحه فين؟ راحه على داون تاون. لازم يبقى المكان قريب من وسط البلد، قريب من وسط البلد، وهو ده الهوت سبوت اللي موجوده في كايرو. فوقع الاختيار على جنينه الحريه. جنينه الحريه ديت هي المقابل لدار الاوبرا المصريه. جميل، مكان متميز جدا. بالظبط كده. بعيدا عن كده كمان المكان محاط بحاجات نقدر نصور من عليها كمان. اوكي. طيب ممكن تحكوا لنا تفاصيل اكتر عن الايفنت وايه الفعاليات اللي هتحصل والسكادول وكل حاجه، ولكن ليكوا في الاغاني اللبناني؟ تحبوا الاغاني اللبناني الشهيصه بقى والجو ده؟ طب ما تيجي نسمعهم حته فارس كرم ونرجع نكمل مع الشباب اللي منورينا النهارده اللي هيحكوا لنا اكتر عن التفصيل. ومين اللي بيحب الكشري وسمعنا دلوقتي يبعت لنا على 192.7. ماشي، احنا هنتكلم النهارده عن الكشري الكشري فيستيفال ومهرجان الكشري اللي هيدخلنا موسوعه جانس. بنمسي على اللبنانيين اللي بيسمعونا بقى كمان. زي ما قلنا لكم احنا يوم السبت اللي جاي ان شاء الله مصر ناويه انها تحقق رقم قياسي في جانس ريكوردز، وطبعا كل ده بتفكير الشباب المصريين ازاي ان هم يكتبوا اسم مصر في رقم قياسي جديد. ولازم نقول حاجه مهمه جدا وانتم كمان تاكدوها معانا، عشان في ناس كتير هتقول لك يعني احنا هنعمل طبق كشري قد كده عشان نخش موسوعه جانس، بعدين الاكل ده يترمي واحنا مش لاقيين ناكل. فلازم ناكد ونعيد عن حته بنك الطعام، وان الاكل ده هيروح فين بعد كده، او الطبق الكشري او اكبر طبق كشري في العالم هيروح فين. احكوا لنا بقى. طيب هو اولا انا مهند هو انا مسؤول تنفيذي اليوم او المدير التنفيذي عن اليوم نفسه. اوكي. دي الحاجه الثانيه بالنسبه للطبق نفسه. هو الطبق بتاعنا حجمه هو 8 طن كشري. 8 طن كشري بالظبط. فال8 طن دول هو يعني مستوى اكل البني ادم هو في حدود ال 500 جرام. بس انا ما تحرقش السؤال اللي هنساله عشان نكسب الناس. لا مش هيحرق. لا مش هيحرق. ماشي. طب بالمناسبة دي بقى نقول له يعني ان طبعا يعني هم جابوا لنا دلوقتي 5 انفيتيشنز عشان 5 يكسبوا معانا النهارده لحضور طبعا الايفنت العالمي اللي هيحصل في حديقة اسمها حديقة ايه؟ حديقة الحرية. حديقة الحرية قدام دار الأوبرا المصرية يوم السبت اللي جاي. هيبتدي الايفنت من الساعة 11 علشان نحضر أكبر طبق كشري في العالم. كل انفيتيشن هتدخل 3 معانا، وقولوا انتوا بقى السؤال على الهواء اللي هيجاوب عليه على الاس ام اس هيكسب معانا انفيتيشن يدخله هو و2 كمان. كمل يا مهند. طيب السؤال بتاعنا هو النهارده الطبق بتاعنا دوت 8 طن. ال8 طن دول ممكن ياكلهم كام شخص؟ هياكلوا كام شخص؟ كام بني ادم؟ صح كده؟ بعتوا لنا بقى على 192.7 من دلوقتي، يلا بسرعه. 8 طن كشري ياكلوا كام بني ادم؟ اللي هيعرف الاجابه صح هياخد انفيتيشن تدخل 3 اشخاص للايفنت الكبير. الكشري ده هيروح فين؟ الكشري ده لا ثانيه واحده، انا اصلا مش متخيله الطبق هيبقى تقريبا يعني حجمه ايه؟ هقول لك الطبق بتاعنا هيكون حجمه 10 متر في 10 متر. دي الدايمنشنز بتاعته. ايوه بالظبط. وارتفاع عن الارض متر 20 يعني واحنا هنبقى فوق ولا هيبقى فوق؟ لا يعني هو اللي فوق ولا في منط كده زي البسين الطبق هيكون ارتفاعه عن الارض زي ما قلت لك 120 سم. هيكون موجود في وسط الناس كلها. الناس كلها تتصور معاه، الناس كلها هتاكل. ومين اللي هيقلب؟ طب لو الناس قاعد بقى هتكنترول الموضوع. هو الطبق دوت هيكون بيتغرف منه للناس. الناس كلها كل اللي هيكون موجودين في الايفنت ان شاء الله هياكلوا منه بعد ما نخلص الايفنت او في نص اليوم. معانا شريك الايفنت مع شريك الخير في الايفنت
بنك الطعام. تمام. بنك الطعام هيكون هو الشريك اللي بيقوم بتعبئه الطبق وتوزيعه على الناس كلها ان شاء الله في القاهره الكبرى ومحافظات ان شاء الله. ولازم ناكد دايما على الحته دي عشان الناس اللي هتقول لك تهدروا الاكل ده كله فين، ده هو اصلا الايفنت غير ان هيدخلنا موسوعه جانس، فبنساعد الناس اللي ممكن تبقى محتاجه وجبه حلوه كده في الشتاء والبرد اللي احنا فيه ده ان هم ياكلوها. اللي يعرف بقى الاجابه قول لهم السؤال كمان مره. السؤال يا ترى اكبر طبق كشري اللي مصر هتحضره ان شاء الله يوم السبت اللي جاي هياكل كام مصري؟ ابعتوا لنا على 192 7 في 5 هيكسبوا، كل واحد هيكسب انفيتيشن تدخل 3 اشخاص معاه. بقول لكم ايه احمد هو محمد ممدوح سمعنا دلوقتي؟ اعتقد انه سمعنا وربنا يستر بقى. طب لو محمد ممدوح سمعنا يدينا علامه وانا بمسي عليك يعني على كبير قوي. بنمسي عليه وانا كمان بقى بمسي على احمد وفا. وبما ان احنا جبنا سيره الكشري يعني الاكل البلدي والبلدي يوكل، ما تيجي نسمع بقى سمعني بلدي. الله صح كده؟ سمعني بلدي عشان نبقى ماشيين كده على نفس الخط. يلا بينا سمعني بلدي. ومش هنلعب يا اخي ده لا كله موجود. ما هو بلدي برضه كله موجود. دخل في البلدي يا اخي كله معانا. كل نجاح كبير بدأ بخطوة صغيرة. قصة نجاح مع نيفين محمود ومحمد سويلم، وانسى الطريق مع تي داتا على ميجا اف ام. في هجوم على الSMS وكلهم مركزين على رقم 1 عشان حسبوها القوارير. انا مش عارف ليه، ولكن تعالوا نفكر الناس كمان مره. طبعا الشباب اللي منورينا النهارده من انجزني وهم الفاوندرز للايفنت الكبير اللي هنخش بيه موسوعه جانس. عاملين كشري فيستيفال وهنعمل اكبر طبق كشري في العالم عشان نخش موسوعه جانس. السؤال كالاتي: الطبق ده هيبقى 10 متر في 10 متر فيه 8 طن كشري، صح كده؟ ياكل كام بني ادم يا جماعه؟ اللي يعرف الاجابه يبعت لنا مسج على 192 7. هيكسبوا ايه يا نيفو؟ هيكسبوا في 5 هيكسبوا، وكل واحد هياخد انفيتيشن تدخل 3 اشخاص. عايزه افكركم تاني باسامي بس ضيوفنا: احمد عادل، مهند المنوفي، واحمد تمراز. مساء الفل عليكم ومنورينا، واحنا فخورين جدا ان في شباب زيكم بيفكروا باسم مصر والمصر وطبعا على مستوى العالم كله. عايزين نعرف بقى من احمد دلوقتي السيكونس او البروجرام في الايفنت هيبقى عامل ازاي. احمد تمراز انت الPR او مدير العلاقات العامه للايفنت، احكي لنا بقى السيكونس من اليوم هيبتدي من الصبح ازاي، وناخد واحده واحده كده كل حته ونسمع اغنيه ونشهيص ونرجع نكمل تاني. يلا. اوكي. احنا بس مش عندنا طبق الكشري، احنا كمان عندنا فود فيستيفال حوالين الطبق من مجموعه مطاعم من كاتيجوريز مختلفه. نحلي بقى يعني كلها اكلات مصريه، الاوريجين بتاعتها مصريه او شرقيه، كل حاجه. ماشي. وبتبدا تخش تاخد سامبلز من الاماكن دي وتدوق كل حاجه وتعرف كل حاجه من الكاتيجوريز في البلد، لان احنا كونسبت الفود فيستيفال نفسه يعني الناس ما تاكلش اليوم ده، تيجي جعانه قبلها بيومين مثلا كده. اللي جاي الايفنت ده يا جماعه احنا نصوم من بكره يا ابو سويلم، يبقى مفضي بطنه بقى وقف الاستفندي اليومين دول. معلش بس برضه انت محتاج سوائل عشان نبلع. طيب ماشي كمل. وبعد كده بتبدا تعرف البراندز كلها وتبدا تدوق كل حاجه، وبعد كده بتبدا تاكل من طبق الكشري وبس. اوكي. في هيبقى كمان فرق بتهيألي هتغني بعد ده في الاول الصبح. لا ما نحرقهاش دي، انا هخليها. احنا هنبتدي اليوم خالص، هنخش الايفنت كده هيبقى عندك سامبلز تاكل وكده، وطبق الكشري هيتطبخ في الايفنت ولا هيجي جاهز؟ لا مش هيتطبخ في الايفنت. هيجي جاهز بس هو مطبوخ يوم الايفنت. وهيدلق في الطبق. هيدلق ازاي بقى؟ كل ده هيحصل قدام الناس. الناس هتشوف كل ده بعينيها، الطبق وهو بيتعبى قدام الناس. بس. طيب انا ممكن احكي لكم اكتر عن الطبق. هو الطبق بتاعنا زي ما قلت هو مهند. مهند. هو الطبق بتاعنا هيكون زي ما قلت لكم 8 طن. ال 8 طن دول هم هيتعملوا يوم السبت الصبح من الساعه 9 الصبح هيبتدي تسويه الطبق. من 9 الافتتاح الطبق بتاعنا بوجود محكمين جانس هيكونوا موجودين. افتتاح الطبق بتاعنا هيكون الساعه 3. مين هياكل اول معلقه؟ انا اللي هيبقى نيفين طبعا. عايز اقول لكم على حاجه والله مش هزار، دي مدمنه كشري. والله العظيم بحب الكشري جدا. مدمنه كشري وتاخد كماله بقى وهتدقه وما بتهرجش يعني. يبقى نيفين ممكن هو يكون الشخص اللي هيقف جنب ممكن تجامبي تاخدي اول. والله العظيم هاجي لكم بالمايو. هو افتتاح الطبق ان شاء الله هيكون الساعه 3. احنا من 1 ل 3 ان شاء الله هيكون من شروط جانس ان الطبق يكون صالح للاكل.
ويكون بيتفضل اكيد بيكون بيتفضل قدام الناس، فاحنا من 1 ل3 الطبق بيتفضل قدام الناس. وطبعا هيبقى فيه يعني نقول ايه بروسيديرز، ان الموضوع بيتم بشكل في نظافه، يعني الناس تاكل يعني طبعا. هو يبقى قدام الناس كلها. اللي بيعمل دوت حد متخصص جدا 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 في دوت، فالموضوع دوت ان شاء الله يعني عليه كنترول كامل. طيب انت كمان قلت لنا ان هيبقى فيه وزارات هتحضر او وزراء يعني هيحضروا طبعا الايفنت زي ده. ان شاء الله معانا التامين اليوم نفسه اصلا هيكون تحت رعايه وزاره الداخليه. السيد اللواء علي الدمرداش مدير امن القاهره هيكون موجود ان شاء الله في اليوم، هياكل معانا برضه اكيد ان شاء الله. ايوه عشان يبقى عيش وملح، يبقى كويس كشري هو مفيش عيش على فكره، وفي مكرونه مكرونه وملح. السيد العميد محمد بركات مساعد مدير امن القاهره ان شاء الله برضه هيكون موجود معانا. تمام. هيئه تنشيط السياحه المصريه كلها تحت رعايه وزاره السياحه. ان شاء الله وزاره السياحه برضو كلها هتكون موجوده، وان شاء الله السيد الوزير هشام زعزوع هيكون موجود. يعني البلد كلها تاكل كشري. طبعا. السؤال بقى، الكشري هيبقى سبايسي ولا هيبقى عاده؟ طيب دي نقطه دي مذيعه جايه تهرج بقى يا جماعه خالص والله. سؤال مهم على فكره. وهنحل بعد الكشري برضو اللي دايما. طب اقول لك حاجه، خد المايك بس عليك يا احمد. يعني خليني اقول لك اللينك الجاي بقى الاكسبيرينس نفسها اللي احنا عملناها في ده شكل احمد ما عنده اكسبيرينس من الاذاعه اكتر مننا. بمناسبه الكشري، ليكوا في الزبيب؟ تعالى ليكوا في الزبيب؟ هنسمع اغنيه لايمن في الكلوب، اغنيه لايمن زبيب عشان انا بحبها جدا، وهي اسمها بحبك والله، وبهديها لطبق الكشري اللي احنا هنحتفل بيه كلنا ان شاء الله. وانا اللي هبتدي اول قطمه، انت هتنطي في الطبق وانا هنزل اجيبك بعدين. باي باي يا سويلم. باي باي يا نيمو. نجاح كبير بدأ بخطوة صغيرة. قصة نجاح مع نيفين محمود ومحمد سويلم، وانسى الطريق مع تي داتا على ميجا اف ام. زي ما بنقول لكم وبنفكركم دايما من اول النهارده اهو لغايه يوم الخميس، لان الجمعه احنا هنبقى اجازه، لكن يوم السبت كل المصريين عيونهم على الحدث اللي هيحصل طبعا في تحضير اكبر طبق كشري. احنا مش بس هنتابع الايفنت ده، لكن كمان ممكن 5 يكسبوا معانا 5 انفيتيشنز طبعا من انجزلي النهارده هم ضيوفنا، وكل انفيتيشن هتدخل 3 معاهم. فالسؤال هو يا ترى اكبر طبق كشري هيكفي كام مصري؟ ابعتوا لنا على 19297. لغايه دلوقتي كلكم باعتين نفس الاجابه. هي مظبوطه بس مش قوي يعني. بقول لكم ايه، هم لهم حركه بقى صايعه. ما تبعت بدل المسج مثلا 4 5 كل مره برقم، وهيضرب معاك رقم منهم طبق الكشري اللي هنخش بيه موسوعه جانس في الايفنت اللي جاي يوم السبت يكفي كام شخص او كام بني ادم. كل انفيتيشن تدخل 3 هتحضروا الايفنت ده نفسه، وهيبقى فيه بروجرام كامل كبير جدا. بس احمد عادل بقى هو من الناس الشباب اللي منورين النهارده. طبعا معانا احمد عادل ومعانا احمد تمراز ومعانا مهند المنوفي. بالظبط، انتوا الثلاثه بتمثلوا انجزني الفاوندرز للفكره الجميله دي ان شاء الله. انت قلت حاجه حلوه جدا، اي حد بيجي في دماغه كشري، طب لو دبيت كشري ايه الكونسيكونسز بتاعت الموضوع، وانتوا فكرتوا في دي. احكي لنا، كنتوا جاهزين انتوا لكل مرحله؟ فقول لنا بقى الحته دي اللي هي هتسخن الناس اكتر انها تاكل كشري معانا يوم السبت. طيب هو الموضوع لما بنيجي نتكلم حتى عن مهرجان الكشري مع كل الناس، فالناس تيجي تقول لنا هو احنا يعني هنيجي نتفرج على طبق كشري خلاص؟ فنقول لهم لا، ده في كمان مطاعم، يعني برضه هو الموضوع اكل وخلاص. فحبينا يعني الموضوع يبقى فيه اكسبيرينس، فجينا سالنا الناس هو انتوا لما بتيجوا تاكلوا طبق كشري ايه اللي بيحصل؟ فاللي بيحصل اكل حاجه من شويه حاجات. الحاجه الاولانيه ان انت عايز تشرب ميه عطشان طبعا. الحاجه الثانيه انك عايز تشرب كوبايه شاي تتمخمخ. صح. الحاجه الثالثه كوبايه شاي كشري بقى كمان. كوبايه شاي كشري بقى يلا بقى، ده هو يوم الكشري العالمي. الحاجه الثالثه ان انت عايز تحبس. الحاجه الرابعه ان انت عايز تاكل حاجه حلوه. صح. الحاجه الخامسه انك تاخد كماله. وده بقى لو بجد هو هيبقى فيه كماله برضه؟ 8 طن كشري يعني ده كلام كبير بالظبط كده. فهي القصه في كده، القصه ان احنا جينا فكرنا ان احنا ازاي نقدم المنظومه دي كلها في نفس اليوم، الاكسبيرينس دي كلها في نفس اليوم. عايزين الناس تيجي تنبسط وتيجي تاكل كشري، محدش يبقى نفسه في حاجه خالص. يعني انتوا تقريبا بعد اليوم ده ممكن تقعدوا لغايه مثلا عيد الحب الجاي ما بتاكلوش.
حب يعني حلوين قوي. عيد حب قول لغايه الكشري. رمضان يا اخي. ده جميل. فهي قصه في كده، احنا بدانا نفكر مين احسن حد في مصر بيجيب حاجه حلوه، تعالوا هتشوفوه يوم الايفنت. مين الميه اللي انتوا بتحبوا تشربوا منها، تعالوا هتشوفوا برضو الكلام ده يوم الايفنت. طب بتحبوا تشربوا شاي منين، طب بتحبوا حاجه ساقعه، حاجه ساقعه ايه، كل الكلام ده موجود. يعني هتنبسطوا قوي بجد، يوم اكسبيرينس مختلفه. الفكره نفسها جديده، يمكن دي اول مره تحصل في مصر بالشكل ده، واول مره تحصل في الريجن، يعني في المنطقه عندنا. يمكن ما حدش فكر قبل كده يعمل الموضوع ده. ده نوع كونسبت مختلف من اشكال ترويج السياحه، وده كان هدف الاساسي كمان، بعيدا عن ان احنا عايزين نعمل لونشنج قوي قوي لانجازني على مستوى مصر كلها. كان الهدف الاساسي ان يكون في نوع مختلف من ترويج السياحه وتنشيط السياحه. عندنا الاثار وكل حاجه، لان انتوا كان ممكن تعملوا ايفنت كبير بس على مستوى مصر، يعني مش لازم كنتوا تخاطبوا جهات دوليه او جانس ريكورد. غير كده كمان يمكن كان ابسط حاجه ان احنا كنا ممكن نحجز يعني اي روم في فندق في اوتيل، والميديا والموضوع يخلص، ويجيب اي نجم يغني وخلاص. بالظبط. لكن هو ده ما كانش الهدف. احنا الهدف ان يكون في حاجه ناشونال كده، نرجع بقى نحس بجد بالناشوناليتي، بالايدنتيتي بتاعتنا المصريه. والتحدي يعني احنا محتاجين كمان ان احنا يبقى عندنا حاجه غير انها تبسطنا، ان احنا مع بعض نقدر نحققها ونوريها للعالم كله. طب انا كان في برضو حاجه عايز اقول لك عليها. هل كلنا هنقف نتصور مع طبق الكشري ده؟ بالظبط. لازم ننزل بقى بالسوشيال ميديا وتنزلوا كامبين بعديها بي ار بقى، حاجه كده فاهم، يعني نخش ده مشروع غير ان جاهز احنا بالطبق. اصلا احنا ميجا اف ام، احنا طبعا اللي هنغطي الحدث، واحنا اللي ان شاء الله هنبقى ميديا سبونسر معاكم في الايفنت ده، وان شاء الله نخش مع بعض كده كلنا مسوة جاهز باذن الله. لا التصوير للطبق طبعا احنا مقتنعين ان الفيسبوك، يعني مارك تقريبا اللي هيعرض يوم الايفنت ده هيقعد يعيط من كتر السيلفي اللي هتتعمل لها ابلودز يعني على ويا الفيسبوك. ريتنا هنعرف نجيب الطبق كله. يا ريت. فيسبوك هيبقى كله دقه يوم السبت ان شاء الله. ومن هنا بقى، من واقع هذا اوجه دعوه الى السيد مارك زوكنبرج انك بقول له لازم تيجي تاكل الاكله دي معانا، على فكره ده حقيقي. هتبدع كتير بعدها. لما حد بياكل كشري وتبقى مشطشطه بزياده، ده حقيقي. بيروح قايل ايه، بيقول ايه يا جماعه؟ بيقول ايه؟ يا اخي ده يا اخي ده تعرفوا حالا. لا تعرفوا حالا بيروح قايل ايه؟ يا اخي ده لا يعني باللبناني، هي الاغنيه بتاعت إلين خلف طبعا. يا اخي ده انا بالنسبه لي يا اخي ده انت مسميها ده ام كلهم يعرفوا ايه. تعالوا نسمع الاغنيه ونرجع نكمل مع الشباب اللي منورينا النهارده. هنخش موسوعه جانس باكبر طبق كشري في العالم. تهجرني واحبك، تعايرني بحبك يا اخي لا